هالمشهد هذا كثير كنا محرومين منه. خلونا نصور الجانب الإيجابي بغض النظر عن السلبيات اللي صارت بالفترة الأخيرة. تعرفوا أنه كان العسكري في سوريا ممنوع يصوم، ممنوع يصلي، ممنوع يظهر أي شعيرة من شعائر الإسلام، لأن الحكومة كانت عندنا أقلوية طائفية تحكم بالبارود والنار، تحارب الله ورسوله. هذا الفيديو لرجال الأمن العام كانوا بمهمة، وعندما حان وقت الإفطار أفطروا بالشارع. ما يعني إيش بدي يدقوا البيوت يفوتوا على العالم، أفطروا بالشارع. لكن أهل الشام ما تركوهم، جابوا لهم أكل يكفيهم وزود. شكرا أهل الشام، شكرا أهل السنة والجماعة في سوريا. أنه مشهد رجال الأمن أمننا بسوريا يكونوا صايمين ويفطروا، هذا أنا ما شفته، ما كنت أشوفه نهائيا. ممنوع يصلي، ممنوع أي شعيرة من شعائر الإسلام كانت تظهرها أنت تخالف عليها مخالفة شديدة. الآن بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، الفضل لله من قبل ومن بعد، عاد الإسلام إلى سوريا، عاد حرا عزيزا شامخ الرأس، ولا عزاء للذيول، ولا عزاء للباطنيين، ولا عزاء للروافض، ولا عزاء لغيرهم. اليوم الإسلام بسوريا شامخ. السوريون بفضل الله عز وجل يعيشون أفضل أيامهم. ما بدنا نحكي عن قطاع الكهرباء، ولا بدنا نحكي عن مثلا النقص اللي صاير بالمواد بسبب حرب 14 سنة دمار وتهجير وقتل. ما بدنا نحكي أيضا عن 54 سنة سرق من ثروات الشعب. لكن مبدئيا البداية مبشرة، أنه تعبد الله عز وجل وأنت لا تخشى شيء، تقرأ جميع كتب أهل السنة والجماعة، من أنه كانت كتب مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية ممنوعة كانت في سوريا. اليوم تباع في البسطات وفي المحلات وفي الأرصفة على رؤوس الأشهاد. قبل إذا كان عندك كتاب لابن تيمية كان يزج بك بالسجون وربما تقتل. وسبب حقد النظام على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال في النصيرية ما هو فيهم. اليوم الإسلام عاد إخواني إلى أهل الشام. خلصنا من التطبير ومن التزمير ومن اللطم ومن الزحف ومن هذه الخزعبلات. اليوم عادت بلاد الشام سنية بإذن الله، على رغم التقصير اللي موجود، لكن أفضل بكثير من الشرك الذي كان موجود فيها. هذا بدهم عليه هون يا شباب. يا عمو يا عمو لا تجي العافية. والله في العافية